واش في خبرك اخي المؤمن ان هاد العشر الاواخر هادو من رمضان فيهم ليله القدر خير من 1000 شهر، اكثر من 83 عام. وسميت بهذا الاسم لعظيم قدرها ورفيع شأنها. القدر هو الشرف والفضل. وسميت بهذا الاسم لأن الله عز وجل يقدر فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر المقبلة، يعني التقدير السنوي. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. يفرق أي يقدر، يعني ليلة القدر راه في هاد العشر هادو من نهار ما نعرف. انسان هاد العشر ايام هادي خصو يجتهد فيها. النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه كان كيجتهد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وقالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. بركة من النعاس، بركة من الماكله. هاد العشر ايام هادي ما فيهاش اللعب، الدق، العباده. الله يرحم والدي، راه نقدروا ما نعيشوهاش السنه مقبله. شكون ضمنك؟ يعني الانسان ما حدو عايش خصو يصطاب هاد الايامات هادي ويستفد. راه افضل الليالي في السنه هي هاد العشر الاواخر هادي، فيها ليله القدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما باغينش الله يغفر لنا الذنوب، حنا غارقين في الذنوب. وأفضل ذكر ممكن نقوله في ليلة القدر هو: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ابتداء من اليوم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعتق رقابنا من النار وأن يتقبل منا صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله.